السلام عليكم. ينفع العمل آه الصغير يبقى كبير عند ربنا؟ أيوة، ينفع. إزاي يا مومة؟ بالنية الحلوة. تفتكروا لو عملنا عمل حلو بدون نية هيكون له نفس الأجر؟ أهلا بيكم، أنا مومة، ودي سلسلة فيديوهات استعدادا لرمضان. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن مفهوم مهم جدا. دايما معظمنا بيغفل عنه. إيه هو المفهوم؟ استحضار النية بالقلب قبل العمل، أو باللفظ، يعني ممكن أقول بقلبي وممكن أقول بلساني. تمام؟ تعالوا نشوف مع بعض المفهوم على البورد ونبدأ نشرح باستفاضة. اتفضلوا. النية قبل العمل. يعني إيه يا ماما النية قبل العمل؟ يعني ربنا بيبص الأول على القلب قبل ما بيبص على العمل، عشان كده يبقى النية قبل العمل. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنما الأعمال بالنيات. يعني لو أنت بتذاكر أو بتساعد مامتك أو بتضحك في وجه أحد أو بتتصدق حتى لو كان بالقليل، يبقى العمل الصغير ده كبير عند ربنا. بالإيه؟ بالنية. الخلاصة يا حبايب قلبي إن كل عمل تنوي به رضا ربنا بيكون متقبل عند الله سبحانه وتعالى وكبير في ميزان أعمالنا. أي حاجة، خليك فاكر، أي حاجة بتعملها قول بقلبك يا رب ده ليك، بنية ابتغاء وجهك الكريم وبنية رضاك. دي كانت خطوتنا النهاردة، النية قبل العمل. رمضان مع مومة خطوة ثابتة لربنا، وخليك فاكر قول يا رب قبل أي عمل، واوعى تنسى إيه؟ النية الحلوة بتكبر العمل، يبقى العمل الصغير بالنية كبير. اتفقنا؟ يا رب تكون المعلومة وصلت، ونبدأ نستعد بالمعلومة دي. أي عمل هنعمله نقول في سرنا أو نقول بلساننا يا رب العمل ده ابتغاء وجهك الكريم. تمام؟ ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وشارك أصحابك الفيديو لأن الدال على الخير كفاعله. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.